النرجسي نادرا ما يبدأ بالبكاء أو يعتذر بشكل صريح، لأن هذه السلوكيات تتعارض مع صورته القوية والمثالية التي يحاول الحفاظ عليها. ومع ذلك قد يحدث البكاء والاعتذار في بعض الحالات النادرة والظروف الاستثنائية. أولا، تأثر عاطفي قوي. في حالات نادرة يمكن للنرجسي أن يبدي تأثرا عاطفيا قويا يؤدي إلى البكاء، خاصة في مواقف تجرح مشاعره العميقة أو تهدد صورته الذاتية. ثانيا، ضغط عاطفي كبير. يمكن أن يكون الضغط العاطفي الشديد سببا لظهور البكاء عند النرجسي، ولكن ذلك قد يكون نادرا بسبب تفاديه للتعبير عن الضعف. ثالثا، الاعتراف بالخطأ الكبير. في بعض الحالات قد يكون النرجسي على استعداد للاعتذار إذا كان مضطرا للاعتراف بخطأ كبير يؤثر على سمعته أو علاقته بالآخرين. رابعا، المواقف القانونية أو المالية الصعبة. يمكن أن تجبر المواقف القانونية الصعبة أو المشاكل المالية الجدية للنرجسية على الاعتذار أو حتى البكاء في بعض الحالات. خامسا، التأثير الخارجي. في حالات نادرة قد يؤدي تأثير محيط النرجسي المؤثرين إليه مثل الشريك العاطفي أو الأقرباء إلى تغيير في سلوكه المعتاد وظهور البكاء أو الاعتذار. يرجى ملاحظة أن هذه الحالات نادرة ولا تمثل السلوك العام للنرجسي، ومعظم النرجسيين يفضلون تجنب البكاء والاعتذار بسبب اعتبارهم لهذه السلوكيات كضعف أو عدم تناسب مع صورتهم الذاتية.